هو أنا جماعة النيل الأدبية في صالون كليوباترا. الحقيقة أنا سعيد دلوقتي إن أنا بينكم، والحقيقة إن نادي الرواد اللي بيستضيف المنتدى الجميل اللي كان نفسنا دايما نكون موجودين معاه، وأخيرا جت الفرصة وبقينا موجودين. والحقيقة أنا محمل بأمانة. كانت الدكتورة زينب أبو سنة رئيس جماعة النيل على أمة أن تأتي اليوم، وحالت ظروف بينها وبين الحضور. سألقي بيتين من شعرها تقول فيهما: جميل أنت يا ربي ومنك اشتق كل جميل، جميل أنت يا ربي ومنك اشتق كل جميل، ومن قطعن أيديهن لا يعلمن إلا قليل، جميل في محبتك جمالك فاق كل جميل. وكان مشرفنا في جماعة النيل أمس الشاعر الجميل الرائع محمود حسن، وكانت أمسية رائعة. والحقيقة أنا كنت مجهز بعض الأبيات عشان أقولها من شعره، ما قلتهاش فلازم أقولها له. بيقول الأستاذ محمود: لأن قلوب المبدعين الحقيقيين مختلفة، نحن نحب امرؤ القيس لماذا؟ نحن نحب المتنبي لماذا؟ نحن نحب محمود حسن لماذا؟ فيض من النهر أماء على الجبل، لا عاصم اليوم من حرفين في الجمل، لا زرقة البحر في عينيك تأخذني، ولا يداك هما رعشة القبل. الحقيقة هي فرصة أنتم جميعا مدعوون لصالون يوم الاثنين من كل أسبوع، ونحن ننتهز الفرصة لندعو الدكتور خليل مرسي ليشرفنا، لأن المبدعين الحقيقيين نحتاجهم. نحن نريد أن يكون في القاهرة وفي المحافظات 50 صالون أدبي، ولن يتحقق هذا الحلم إلا بتعاونكم. وأنتهزها فرصة وأتقدم على الهواء بطلب الالتحاق باتحاد صالونات مصر. شكرا. وأنا لا أفتئت، أنا أعمل مشرف عام لمؤسسة يسرون التي ترعى الصالونات الأربعة، التي تبدأ بصالون الأستاذة الشاعرة بنت الحجاز دلال راضي، ثم صالون سيد حسن، ثم الاثنين القادم صالون ناصر بن علي، ثم الاثنين بعد القادم صالون الدكتورة زينب أبو سنة. وكلكم مدعوون. وسأقول لكم كلمتين فقط بالعامية بقول فيهم: بحبك وانت ليه خايفة وشوق القلب ليه يجرح، بحبك وانت مش شايفة غير الأحزان تزيد تطرح، وثانية تموت ورا ثانية، وانت معاكي مش فارقة يموت كام وكام يحيى. أنا بسأل صفاء البحر في عينيكي، أنا بسأل حنان اللمس في ايديكي، أنا بشتاق لنظرة شوق تدفيني تغطيني توشوشني وتحكيلي حكاوي زمان. كفاية عناد، ده آخر عهد في سنيني. أنا عمري ما كان عندي رصيد في البنك، ولا فدادين من الأطيان ولا كمصك. أنا عندي يدوب حرفين نبضة قلب، زمان بيمر يطوي الكل، يبقى الحب، يبقى الحب. شكرا. شكرا أستاذ صالح، وشكرا لجماعة النيل.